من أكتر الأسباب اللي بتأثر على البيع في الصيدلية هو مستوى الموظفين اللي شغالين فيها، سواء صيدلي مساعد أو حتى دليفري. عشان كده لازم تكون حاسب لكل حد فيهم KPIs تقيس بيها مستواه وإيه اللي محتاج تطوره معاه، وتحط له تارجت يحفزه مش يكون صعب تحقيقه ويخليه مش عايز يشتغل. أول مؤشر بيتقاس هو عدد العملاء اللي اتعاملت معاهم. يعني لو أنت بتتعامل مع 4 وزميلك بيتعامل مع 10، يبقى أنت عندك مشكلة ولازم تشتغل عليها. قارن نفسك بالأعلى مش الأقل منه. أهم مؤشر لازم تبقى عارفه هو معدل الخطأ في الروشتة. يعني لو انت بتغلط في روشتة كل 30 روشتة يبقى عندك مشكله وما ينفعش تقف في الصيدليه لوحدك. المعدل العالمي بيبقى 1%، يعني غلطه واحده في كل 100 روشتة. وطبعا في غلطات ما ينفعش تقع فيها، زي ان انت تتلخبط في صنف التوكسيستي بتاعته عاليه او ليه نار ثيرابيوتيك اندكس. ما ينفعش تتصرف، لازم ترجع للطبيب المعالج وما تصرفش روشتة. معدل غلط في روشتة من اهم KPIs اللي موجوده في الصيدليه، واللي مؤخرا بقى اللي نازل للاسف بسبب ضعف كتير من شغالين في الصيدليه. اهم KPI بيهم اصحاب الصيدليات هو متوسط البيع. احسب اجمالي البيع وقسمه على عدد روشتات، هيطلع لك متوسط البيع في روشته واحده. قارن الرقم ده بزمايلك في نفس الشيفت. لو لقيت حد بيبيع اكتر منك، اسال نفسك هو بيبيع ازاي؟ عنده ثقه اكتر؟ علاقته بالعملاء احسن؟ فاهم في الكوزماتكس اكتر؟ مذاكر OTC وبيقترح للعملاء افضل؟ الاجابه هتلاقيها في الاسئله دي، والحل بسيط. ادرس واتدرب، خد كورس كوزماتكس محترم، طور مهاراتك بدل ما تشتكي ان البيع ضعيف. احسب KPIs لنفسك حتى لو المكان اللي انت شغال فيه صغير ومفيش فيه متابعه للموظفين. واكيد لما تجيلك فرصه احسن هيبان فيها فعلا مين اللي بيشتغل ومين ما بيشتغلش، واللي انت اشتغلته على نفسك هيفرق معاك. النجاح مش بالحب والتطوير مش رفاهيه، وانت شغال عشان تتعلم مش عشان تفضل مكانك. وانت كصاحب صيدليه ليك KPIs برضه، تابعنا عشان تعرفها وتقدر تحط تارجت سهل تحققه.